النهارده هنعمل مع بعض جلاش بالكريمة من اجمد الوصفات واحسنهم، واقتصاديين جدا جدا، ما بياخدوش منك اي وقت. هنعمل النهارده طريقتين: طريقة الكنافة وطريقة الجلاش بطريقة بسيطة جدا وسهلة، وطريقة الكريمة الكدابة او المهلبية او ايا كان كنت بتسميها ايه. النهارده هنعملهم بطريقة تكون بسيطة جدا. خليكي معايا وهنشوف الفيديو زي ما انتم شايفين كده. هنبتدي بوصفة الجلاش، من احب الوصفات ومن اجملهم. الحلويات ديت بتنفعك في الاعياد، بتنفعك في كل المناسبات. نبتدي كده ونصلي على رسولنا الكريم وندخل على الفيديو بتاعنا. معايا هنا لفة جلاش، ولفة الجلاش دي ما بتبقاش نص كيلو، بتبقى اقل كمان من النص كيلو. هي في حدود 9 ورقات في حدود 9 ورقات او 10 ورقات. هبتدي اقطعها زي ما هي بالظبط، يعني ال10 ورقات على بعض، مش هاخد منهم او هقسمهم ولا اي حاجة. انا هنا بقولك يعني لو معاكي مسطرة او معاكي حتة كرتونة هتبتدي ان انت تقطعيهم مربعات زي ما انت شايفة كده طريقتهم. هنا الكريمة ما حبيتش اطول عليكم فيها، والكريمة كلنا عارفينها. في ناس بتعملها بالنشا بس، وفي ناس بتعملها خليط بين النشا وبين الدقيق، وانا بحب بصراحة ربنا الخليط بين النشا والدقيق، بيبقى جميل جدا وبتبقى حلوة. هنا من لفة الجلاش اللي معايا خدت ايه، خدت كوباية لبن، وخدت معلقة نشا ومعلقة دقيق ومعلقة سكر. حابة تستغنى عن السكر حاجة ترجعلك، بس انا بصراحة ربنا بحب ان هي يبقى فيها نسبة سكر. هنا الكمية اللي معايا دي خدت كوباية، انا عاملة هنا كوبايتين علشان الوصفة اللي بعد كده. هنا بقى زي ما انت شايفة كده قطعت اللفة معايا. طلعت معايا الكميه اللي انتوا شايفينها ديت، واخده الورقه زي ما هي كده علشان تديني كميه ورق زي ما انتوا شايفينها كده، كميه تكون كتيره شويه. لو حابه تقسميها هتعمل معاكي كميه اكبر من كده، بس هتبقى ايه صغيره شويه، يعني ايه لعدد الاوراق اللي فيها بتبقى قليله. كل الوصفه ديت هستخدمها بكوبايه سمنه بس، ومن نفس كوبايه السمنه هدهن الصينيه بتاعتي زي ما انتوا شايفينها كده. والسمنه دي هترجعي تصفي منها برضه، هتصفي في حدود ربع كوبايه. المهم كده خليكي معايا، هنشوف طريقة تسويتها، طريقة كده تكون بسيطة وحلوة وتطلع لونها كله موحد زي ما انت شفتيه في اول الفيديو. ترصي بقى الجلاش بتاعك ايا كان التقطيعة اللي انت بتحبيها هتقطعيها. هنا حاولت على قد ما اقدر ان انا اظبط المثلث بتاعها، وهو الحمد لله مظبوط معايا في منتهى الجمال. طلعت معايا الكمية اللي انتوا شايفينها ديت. وهنا بقى ببقيت كوبايه السمنه، ودي كانت اسهل واسرع طريقه. بدل ما تدهني كل ورقه لوحدها وبتبهدلك شويه وبتعذبك، لا ديت تبقى طريقه جميله جدا وحلوه قوي قوي. هتبتدي توزعي السمنه، كوبايه السمنه اللي معاكي كده زي ما انت شايفه كده، هتاخد الكوبايه كلها. التسويه بتاعتها في نص التسويه بتاعتها ابتدي صفي منها شويه، ما تصفيهمش كلهم. انا صفيت في حدود ربع كوبايه لان هترجع تشرب كميه السمنه، فما حبيتش ان هي تشرب الكوبايه كلها. لا انا فضيت منها ربع كوبايه. دي في نص التسويه بتاعتها. التسويه بتاعتها خدت قد ايه؟ هنا على حسب الفرن بتاعك انت شكله ايه، او النار بتاعتك عامله ايه. انا حبيت ان انا اسويها على نار تكون وسط، وعلى الرف الوسطاني وفي فرن البوتاجاز. دي التسويه اللي انا سويتها فيها. حاولي ان هي تكون على نار تكون وسط، ما تكونش عاليه، علشان تاخد كلها لون موحد معاكي، ما يطلعش القلب بتاعها. لو سويتيها على نار عاليه هتاخد لون من بره، بس من جوه هتبقى طريه. وانا كنت حباها تبقى لونها كله موحد زي ما انتم شايفين درجه اللون قدام منكم. جميله جدا، اقتصاديه، موفره معاكي، وحلوه قوي، بتدي كميه كبيره وبتنفعك في حاجات كتيرة قوي. بتنفع في الأعياد، وبتنفع في رمضان، في شهر رمضان بتنفع. لو بتعملي وجبات رمضان ممكن تطلعيها. يعني بتنفع في حاجات كتيرة، طعمها جميل والأطفال بيحبوها قوي، وحلوة ومقرمشة كده حلوة. انتوا عارفين ان احنا بنبقى مجهزين الشربات بتاعنا. الشربات بتاعها بيبقى تقيل، يعني لو عاملة مثلا للكميتين اللي معانا دولت عاملة في حدود 3 كوبايات سكر، هتحط كوباية ونص مية، ذرة ملح ليمون. ولو مفيش ملح ليمون هتحطي عصرة ليمون او شريحتين ليمون. هيبقى معاكي في منتهى الجمال. هتسيبيه لمدة 10 دقايق او ربع ساعة، هيطلع معاكي في منتهى الجمال. هنا بنسيبه ربع ساعة شوية علشان هو يبقى تقيل معانا زي ما انتوا شايفينه كده. انا ببقى عاملة كمية الشربات بتاعتي كلها على بعضها علشان ما تاخدش مني وقت. لو حابة تعملي حلويات في اي وقت وبسرعة، هي بتكون جاهزة معاكي على بال ما بتعملي الشربات وتسيبيه يبرد، لان هنا لازم تحط الشربات يكون بارد. وكمان سبتها شويه على الرخامه ان هي تبرد شويه، ما تبقاش سخنه عشان ما تطراش معايا.
بالذات الجلاش بحب ان هو يبقى مقرمش. وكانت الشكل بتاعه زي ما انتم شايفينه كده، حبيت ازينه بحاجه تكون برضو اقتصاديه وتكون بسيطه، وهو الفستق الكداب اللي احنا بنبقى عاملينه من الفول. زي ما انتم شايفين كده، يعني بسم الله ما شاء الله، اللي هي اقل من نص كيلو طلعت معايا طبقين في منتهى الجمال. ندخل بقى على الوصفه اللي بعد كده، وهي الكنافه. ومن احب برضو الوصفات، سهله جدا وسريعه، وبتكون موجوده عندك في الفريزر في دقايق بتكوني مطلعاها. النهارده هستخدم ربع كيلو من الكنافه، هيعمل معايا الكميه اللي انتم شايفينها دي. وبرضو طريقة برضو اقتصادية، هي كل يعني كل الحاجة اللي مش اقتصادية فيها هي السمنة بس، اكتر من كده مفيش. وهنحاول على قد ما نقدر ناخد كمية سمنة ما تكونش كتير. هنا هاخد فيها كوباية الا ربع سمنة. هنا برضو زينتها كده بتزيين بسيط، بس حبيت ان انا اوريكم النتيجة بتاعتها. برضو بتعمل معاكي كمية حلوة قوي، وحاجة اقتصادية وجميلة، وبتشرفك في اي عزومة، وبتشرفك في اي وقت بصراحة ربنا. معايا هنا ربع كيلو من الكنافة، وانتوا عارفين الكنافة بتبقى متفرزة بتتفرك معاكي بسهولة. معايا معلقتين سكر بودرة، معلقتين من معلقة الاكل سكر بودرة، وبرضو بعديهم على مصفى علشان خاطر لو فيها تكتلات شوية ولا حاجة. هبتدي اوزع بقى السكر كله على الكنافة زي ما انتوا شايفين كده، هيتوزع معاكي بسهولة قبل ما تحط السمنة. وبعد كده معايا هنا 3/4 كوباية السمنة، كوباية الا ربع كده، هبتدي انزل بيها كلها. والكوبايه دي صغيره، يعني كوبايه الشاي العاديه بتاعتنا، بس هي اقل كمان صغيره شويه. هتبتدي ان انت توزعي السمنه، وبصراحه ربنا ديت احب طريقه ليا. ما بعرفش ان انا اشتغل بالكنافه وهي ناشفه، هي دي احب طريقه بتتوزع معاكي بسهوله، وبتعرفي ان انت تفرديها وما بتتكتلش ولا حاجه. اظبطيها انت بس، خدي وقتك فيها، وهتبقى معاكي زي ما انت شايفينها كده. انا بوريها لك ان هي ما فيهاش تكتلات ولا اي حاجه. معايا هنا بقى لو هتستخدميها في صينيه، بس انا بصراحه ربنا بحب ان انا استخدمها في صينيه الكب كيك، لان بتبقى جاهزه ما بتبقاش محتاجه ان هي تتقطع، وبيبقى شكلها شيك كده، وحاجه صغيره كده على قد الفرد الواحد. هبتدي ان انا اخد كده من الكنافه، وابتدي اوزع فيها. دهنتها كده الاول، دهنت الصينيه بمعلقه سمنه، وبدات ان انا اوزع الكنافه. وديت بقى يعني اول حاجه ديت لازم تكبسيها كويس قوي. وزعيها بقى براحتك كده، واكبسيها مظبوط، وهي بتتعمل معاكي بسهولة جدا، لان هنا السمنة اللي انت حطاها بتخليها تتوزع معاكي بصراحة بسهولة، احسن ما تبقى ناشفة. ولو حابة تستخدميها وبتعرفي تستخدميها وهي ناشفة مفيش مشكلة. معاكي بقى كوباية كده، وابتدي ان انت تكبسيها كبس مظبوط. وبعد كده ديت بقية الكريمة اللي انا قلتلك عليها. انا كنت عاملة الكريمة بتاعتي كلها مرة واحدة. حابة تحطها في كيس وان هي تسهل عليكي مفيش مشكلة، حابة تستخدميها بالمعلقة برضو مفيش مشكلة. هبتدي بقى ان انا كده احط الكريمة بتاعتي. وزعت الكريمة كلها بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهبتدي بقى ان انا اخد بقية الكنافة على الوش. طبعا الطبقة الاخرانية دي تحاولي ان انت توزعيها كويس، وفي نفس الوقت ما تتكيش عليها قوي علشان خاطر الكريمة اللي معانا. بس حاولي برضو تظبطيها. وانا هنا ظبطتها بمعلقة صغيرة، بمعلقة الشاي العادية، بتظبط معايا كده بسرعة. وزعت كده الكنافة عليها كلها، وابتدي ان انا اظبطها. وبرضو هنا التسوية بتاعتها على حسب الفرن بتاعك، لان الفرن الغاز يختلف عن فرن الكهرباء، يختلف عن فرن البوتاجاز. الحاجات دي كلها تسويتها تختلف. يعني انا ممكن اقولك خدت معايا نص ساعة تسوية، ممكن تاخد معاكي انت اكتر، ممكن تاخد معاكي اقل. هنا اهم حاجة هي بس ضبط النار، وتاخد وقت ما تاخد. ديت انا يعني دي اللي انا بعتمده على طول. اهم حاجة ان انت تظبطي النار. الحاجات دي بتبقى عايزة سوا على الهادي، علشان خاطر مش الهادي قوي، يعني على الوسط كده، علشان خاطر ان هي تستوي كلها من بره ومن جوه زي بعض. الحاجات ديت حتى لو كترت فيها التسوية ما تقلقيش وما تخافيش، ما بيجرالهاش اي حاجة، يعني ما بتنشفش معاكي ولا اي حاجة، لان سواها حلو. اهم حاجة ان انت تاخدي بالك منها ان هي ما تتلهفش، يعني تحمر او تتحرق منك بسرعة كده. برضو نفس الحكاية على الرف الوسطاني. وخدت مني في حدود نص ساعة.
خدت نص ساعة او ازيد من نص ساعة شوية. حبيت ان انا احمرها زيادة المرة دي. وبرضو الشربات بتاعها بيبقى تقيل زي ما انتوا شايفينه كده. بتشرب الشربات بتاعها وفي منتهى الجمال، وبتدي معاكي كمية كبيرة اوي. دي من ربع كيلو كنافة عملت معايا كمية حلوة. وهنا لو انتوا شايفينها ان هي مثلا متحمرة، هي بتبقى الطبقة الفوقانية بتبقى خفيفة شوية، اللون بتاعها خفيف، من تحت بتبقى واخدة اللون بتاعها كويس قوي. بس زي ما انتوا شايفينها في منتهى الجمال وشكلها حلو قوي. برضو التزيين ده برضو حبيت ان انا ازينها النهاردة برضو بشوية فول صغيرين خالص، الفستق الكداب اللي احنا بنبقى عاملينه. التزيين ده بقى حاجة ترجع لك انتي، وعلى حبة يعني لو حابة تسيبيها سادة مفيش مشكلة، بتبقى اجمل واجمل. وكده يبقى خلصنا الوصفتين. ويا ريت ما تنسنيش في اللايك والاشتراك وتفعلي معايا زر الجرس كده علشان يوصلك ان شاء الله كل فيديوهاتنا بسيطة وخفيفة وعلى قد الايد. حاجات كده بكل بساطة. لفة جلاش وربع كيلو كنافة، عملت الطبقين والصنفين الجمال دولت. يا رب كده المنظر يكون عاجبك وينول اعجابكم يا رب. وما تنسونوش في اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس. وكل سنة وانتم طيبين. الوصفات ديت من احب الوصفات، ويعتبر كده كلها في بيوتنا ان شاء الله. بنحب نعملها بطريقة تكون بسيطة وسهلة، وما تكونش حاجة يعني صعبة علينا شوية. لا، هي الحاجة بسيطة جدا وسهلة، وتعملوا في يعني ما خدوش اي وقت خالص. اهم حاجة تكوني مجهزة الشربات بتاعك، مش هياخد منك وقت. واشوفكم في رعاية الله وفي حفظه وفي امان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.